السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. نلقاكم هذا الفيديو هذا في أحسن الأحوال يا مولانا يا كريم. بالصحة إن شاء الله يا ربي، بالربح والنجاح والتوفيق إن شاء الله في حياتكم بإذن الله. بالنسبة لهذا الفيديو هذا غادي نطرقوا فيه كيف ما قلت لكم وكيف ما ولفتكم وكيف ما متعودة معكم دائما فيديوهات ديالي تيكمل فيديو آخر. واخا ما كنبغيش نطول هكا في الفيديو، كنحاول نعطي المختصر المفيد فيه، ولكن الأهم أن الهضرة كتكون يعني الكلام تيكون من القلب للقلب، تيكون هكا بدون مراجعة وبدون تحضير وبدون يعني داكشي تيكون متسلسل، وداكشي اللي طبقت فعلا في حياتي ولقيت فيه لقيت فيه يعني نتيجة تنحاول نبارطاجيه معكم هكا في هاد الفيديو هادو. واهم نقطة غادي نطرقوا ليها كتكملة الفيديو السابق اللي هضرنا فيه على اننا ناخذ ورقة وستيل ونكتبوا الافكار والقناعات اللي كتكون الداخل ديالنا حنا مقتنعين بها، والافكار اللي كنفكروا فيها وهي اللي كتخلينا نعيشوا واحد الواقع اللي هو ما عجبناش. في الحالة ديال في الحالة ديال اننا ملي كنويو اننا نخرجوا من هذه الحاله هذه ولا نغيروا هذا الوضع هذا، فضروري اننا كنكتبوا هذوك الافكار ونكتبوا هذوك المعتقدات اللي عندنا اكيد سلبيه مثلا على اي حاجه كضرنا في حياتنا، ونحولوها الايجابيه كيف ما قلت لكم، ونحاولوا نعتمدوا على الورقه والقلم والكتابه اللي هي عندها واحد التاثير اللي هو ايجابي وزوين ومفيد بزاف. بالنسبه كيف ما قلت لكم نكتبوا هاد الافكار هادو، والخطوه التاليه اللي تبعها هي اننا نراقبوا، وهذه هي اكبر خطوه يعني اهم خطوه ممكن انها تدار وتنفع، هي انكم تراقبوا هذوك الافكار. يعني وقت ما جاتك ديك الفكره، حيت كلشي على الدماغ ديالنا، اي حاجه عطيتيها اي فكره عطيتيها راه يعني كيتبعها، كتاكل فيك ديك الفكره وكتسيطر عليك وكتحكم فيك، وهي اللي كتقودك لدوك الحوايج اللي انت كتعيشهم وما عاجبينكش. يعني انك تراقب الفكره اللي كتجيك، فكره سلبيه تتجيك اون فوا كتجيك، تحاول تتحكم في الافكار ديالك. حيت الواقع ديالنا هو وقوع ما بانفسنا، ما كاينش والحياه اكدت لي هذه المساله هذه ديال ان الواقع ديالنا هو وقوع ما بانفسنا. يعني الافكار اللي لداخل ديالنا هي اللي كتكون الواقع ديالنا، كانت سلبيه كانت ايجابيه. يعني نحاولوا نتحكموا في هذه الافكار هذو. وقت ما جاتني فكره سلبيه نعوضها بفكره ايجابيه وطاقه، ونحاول نتحكم حتى في المشاعر دي. اصلا هي الفكره راه كتعطينا مشاعر اوتوماتيكمون، ملي كتغير الفكره تغيروا المشاعر اكيد. وقد ما طولنا في هاد التمارين هادو، يعني في هاد الاشياء هادو اننا نتحكموا في هاد الافكار هادو، راه نهار على نهار مده مثلا غير 7 ايام راه كتعطينا واحد النتيجه اللي هي زوينه. وما بالك الا طولنا فيها 21 يوم راه كتكون النتيجه اروع. وما بالك الا استمرينا وكانت العزيمه قويه اكثر من 21 يوم، راه كتكون النتيجه ولا اروع. كيتبرمج عليها العقل ديالنا، كتولي واقع كنعيشوه في حياتنا. وكنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال يا مولانا يا كريم، في فيديو قادم ان شاء الله باذن الله.